أعرف إن أول مستشفى في العالم للعلاج النفسي موجودة في القاهرة. في 1284 السلطان المنصور قلاوون بنى مجموعة كاملة، مسجد ومدرسة وضريح وبيمارستان اللي معناها مستشفى. لكن دي مش مجرد مباني، دي كانت رسالة. سلطان قلاوون شاف الموت بعينه وهو شاب لما مرض خطير في دمشق وتعالج هناك في بيمارستان نور الدين، وده أثر فيه جدا وخد عهد على نفسه إن الناس كلها تتعالج علاج زي اللي هو شافه أحسن. وبنى المجموعة مش بس عشان يعالج، لكن كمان عشان يعلم ويربي ويسيب أثر. المستشفى كان فيها عيادات لكل التخصصات، وكانت أول مستشفى في العالم للعلاج النفسي. في وقت كانت فيه أوروبا بتحط المريض النفسي في الزنازين، كان هنا في القاهرة بيتعالج بالموسيقى والرحمة. وأما المدرسة فكانت بتدرس الفقه والطب معا، وكانت بتدرس المذاهب الأربعة. الطالب كان بيتعلم الدين والعلم. والمسجد الصلاة فيه كانت بتجمع كل الناس من طلاب وأطباء ومرضى وسكان المنطقة. أما الضريح فهنا السلطان قلاوون قرر يدفن وسط الناس اللي خدمهم. ما اختارش قصر ولا مقبرة منعزلة، اختار يبقى وسط الأثر اللي سابه في الدنيا. المجموعة دي بتقولك إن العمارة مش بس حجارة، وإن السلطان مش بس حاكم، ممكن يكون طبيب ومعلم وإنسان يبني مجتمع، مش بس عرش.